المغرب قوة صناعية إقليمية وعالمية، حول المملكة في ظرف وجيز إلى البيئة المواتية للاستثمار في مختلف القطاعات. وضمن هذا الإطار تخطو صناعة السيارات في المغرب بثبات نحو تحقيق أرقام كبيرة من شأنها تدعيم الاقتصاد الوطني وتعزيز احتياطياته من العملة الصعبة. من تصنيع السيارات الكهربائية إلى تصنيع الحافلات والقطارات، وصولاً إلى إنتاج قطع الغيار للصناعات الفضائية والطيران، وشفرات التوربينات والمعدات الصحية أيضاً، وبطاريات الليثيوم والأوفشورينج والصناعات الكيميائية وغيرها. المغرب قوة صناعية إقليمية وعالمية. على مدى السنوات العشرين الماضية برزت المملكة المغربية كقوة ناشئة في العالم ولاعب اقتصادي أساسي على الساحة الإفريقية بفضل موقعها الجغرافي واستقرارها السياسي وإنشاء بنى تحتية حديثة للغاية وتنفيذ استراتيجيات قطاعية طموحة وتصنيع عالي السرعة وتطوير الطاقة الخضراء وتوقيع العديد من اتفاقيات التبادل الحر مع اللاعبين الاقتصاديين العالميين الرئيسيين، لتتحول المملكة في ظرف وجيز إلى البيئة المواتية للاستثمار في مختلف القطاعات. وضمن هذا الإطار تخطو صناعة السيارات في المغرب بثبات نحو تحقيق أرقام كبيرة من شأنها تدعيم الاقتصاد الوطني وتعزيز احتياطياته من العملة الصعبة. ويتمتع القطاع بمنظومة صناعية متطورة وقدرة إنتاجية كبيرة، مما جعل المغرب قبلة للشركات العالمية على رأسها رينو وبي اس اي والمصنع الصيني BYD، بالإضافة إلى وجود شركات صناعية محلية بما في ذلك العراكي. وبلغت صادرات قطاع صناعة السيارات بالمغرب نهاية عام 2021 أكثر من 22 مليار درهم مقابل 16 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2020، وهو ما يؤكد متانة صناعة السيارات بالمملكة وقدرتها على الانتعاش رغم الظروف الاقتصادية العالمية. وكشف رياض مزور وزير الصناعة والتجارة أن المغرب اقتحم مجال صناعة السيارات الكهربائية أيضا بإنتاج 40,000 منها، وسيتضاعف العدد خلال الأشهر المقبلة. وذكر المسؤول الحكومي خلال الدورة ال15 من مؤتمر الطاقة الذي نظم في العاصمة الرباط أن المغرب لديه منصة قادرة على إنتاج 700,000 سيارة سنويا، وكل هذه السيارات يمكن تحويلها لتصبح كهربائية. أرقام دالة جدا تؤكد أن السنوات الأولى من عهد الملك محمد السادس غيرت إلى الأفضل كل شيء في البلاد، بعدما أضحى المغرب يسارع الخطى للتحول إلى قوة صناعية عبر تعزيز الإنتاج المحلي ودعم علامة صنع في المغرب. وفي شهر مايو المنصرم سلطت صحيفة الفاينانشال تايمز الضوء على التطور الذي حققه المغرب في القطاع الصناعي للسيارات والطيران، وأكدت أن المغرب عرف كيف يستفيد من موقعه الجغرافي ليوفر منصة صناعية بدأها بالتوقيع على عدة اتفاقيات كاتفاقيات الازدواج الضريبي، وعمل بجد لتحويل نفسه إلى قوة صناعية أساسية في المنطقة، إجراءات بوأته الصدارة في مجال صناعة السيارات في إفريقيا. وفي العام الماضي وحده أنتجت المملكة المغربية ما مجموعه 758 ألف سيارة وفقا للمنظمة الدولية لمصنعي السيارات OICA، فيما كشف تقرير حديث أصدره معهد الشرق الأدنى للدراسات الكائن مقره بواشنطن عن سعي الرباط إلى زيادة الإنتاج ليصل إلى 1,000,000 سيارة بحلول 2025. وبفضل هذه التطورات المتسارعة وكذا التوجيهات الملكية السامية واستقرار المملكة وثقة المستثمرين، أظهرت الصناعة الوطنية مرونة لتحمل التغيرات العميقة التي يشهدها العالم حاليا. وبات المغرب يتمتع بلا شك بواحدة من أكثر المنصات الصناعية جاذبية في العالم، استراتيجية صناعية واضحة ومحددة بدقة متناهية تقوم على أساس السيادة الصناعية ووضع البلاد كقوة صناعية إقليمية، كما تركز على قدرة الموارد البشرية المحلية وجذب المستثمرين الجدد من جميع أنحاء العالم. وفي السياق أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في تصريحاته أن الخطة الجديدة للصناعة هي الرابعة التي يتبناها المغرب في عهد الملك محمد السادس، وأن جميعها ساهمت في وضع المملكة كقطب للقدرة التنافسية على المستوى الإقليمي. وشهد قطاع الصناعة بالمغرب تحولات مهمة خلال فترة الحجر الصحي، وأبان عن قدرته الكبيرة على التأقلم مع التحولات والمتغيرات ومسايرة
سيطرة حاجيات البلد المفاجئة، وهو ما تجلى واضحا في نجاحه الباهر في تصنيع أجهزة التنفس والكمامات وغيرها. وفي وقت حقق فيه المغرب كل هذه الإنجازات ولا زال يقاتل كل الجبهات لجذب الاستثمارات وبناء الموانئ والمناطق الصناعية وأوراش الطاقة الشمسية وريادة المال وصناعة السيارات والبنوك والاتصالات، ليكون همزة وصل بين إفريقيا وأوروبا. لا زالت هناك دول في المنطقة لم تستطع توفير حتى الحليب والمواد الغذائية الأساسية لمواطنيها رغم امتلاكها البترول والغاز.